في جروح بتخف مع الوقت، في جروح بتتحول لقصايد بتنزف طول العمر. النهارده في قناة فيلم في قصة، احنا مش قدام بطل أكشن شايل سلاح، احنا قدام بطل شايل قلم وقرر يقول لملك بريطانيا والعالم كله كفاية دم، يلا بينا نعيش الحكاية سوا. فيلمنا بيبدأ بستون. ستون بيشوف أخوه وصحابه بيموتوا قدام عينيه. هنا ستون بتبتدي تتغير حياته، الناس بتضحك عليه في الشارع، بياخد قراره، بيرفض إنه يكمل الحرب، يكتب بيان رسمي للحكومة يقول فيه إن الحرب دي جريمة قتل. ستون بيرجع لندن وبيرمي الوسام الصليب العسكري بتاعه في النهر، بيشوف الوسام وهو بيغرق في المية، دي كانت لحظته الأخيرة، عمل كده مقابل شرف. الحكومة البريطانية بتتحط، لو سجنوا بطل حرب زيه الناس مش هتسكت، فبيقرروا يجننوه، بيبعتوه مصحة نفسية في اسكندرية على أساس إن اعتراضه ده مرض عقلي نتيجة من الصدمة. ستون ما كانش مجنون، ستون كان أعقل واحد تشوفوه في حياتكم. المصحة ما كانتش علاج بالنسبة له، كانت محاولة صوت الحق. بنشوف في المصحة ستون بيقابل الشاعر الشاب أون، بنشوفهم قاعدين في جنينة المصحة، بنشوف في ايد أون وهو بيوري ستون قصايده. ستون بيبدأ يواجهه، يعلمه ازاي يكتب الحقيقة من غير ما يجملها. الاتنين مكسورين والاتنين شعره زي بعض والاتنين حاسين انهم اموات. أون بيودع ستون عشان يرجع الجبهة، ستون بيبصله وعارف انه مش هيشوفه تاني، وفعلا أون بيموت قبل الهدنة بأسبوع واحد. ستون بيخرج من المصحة بعد ما الحرب خلصت، بس هو مخلصش هنا، بيدخل مجتمع لندن الحفلات. ستون لابس بدلة بس عينيه دايما سارحة في الفراغ. ستون وهو عجوز قاعد في الكنيسة بيحاول يتوب أو يفهم ليه هو لسه عايش وكل اللي حبوهم ماتوا. الحرب انتهت وستون بالنسبة لهم بقى أيقونة، بقى الشاعر البطل. لندن في العشرينات كانت بتهرب من وجع الحرب والحفلات. بنشوف ستون في الحفلة، ستون واقف في النص لابس بدلة كأنها درع مش بدلة، عينيه مش مع الناس، عينه بتفكر في أون اللي مات قبل الهدنة بأيام. ستون بيتحول من واحد كان في حرب لضحية في صراع الغيرة وحب الذات. ستون كان بيدور على سكن بس لقى نفسه في سوق للمشاعر. ستون اللي واجه الموت دلوقتي مكسور قدام ولد ما يعرفش يعني ايه مسؤولية. ستيفن بيمرض، ستيفن بيبقى تعبان، ستون بيفضل جنبه بيخدمه بالحب، بس ستيفن أول ما بيخف بيرمي ستون وراه وبيروح يدور على لعبة جديدة. ستون كان بيحاول يجمع نفسه من جديد من خلال حب الناس ليه، ما كانش يعرف ان الناس هم اللي هيكلموه على اللي سابته الحرب فيه. ستون بيقرر ينهي ده بنفسه، بيقرر يتجوز هيسترا بنت هادية ومن عيلة محترمة. ستون بيقول لها أنا مش الشخص اللي انتي فاكراه، أنا شخص مكسور متحطم من جوه. هيسترا بتقول له أنا هساعدك تلم الحتت المكسورة بتاعتك يا ستون. بيتجوزوا وبيخلفوا ابنهم جورج. ستون وهو شايل ابنه لأول مرة بنشوف لمحة أمل، حب في عينه. الحرب لسه موجودة جوه، مش قادر ينسى نفسه وهو في الحرب. بيبدأ يبعد عن مراته نفسيا، يتحول واحد تاني في البيت. بنشوف ستون وهو عجوز، شعر أبيض، ملامحه قاسية، عايش لوحده مفيش حد جنبه. بنشوفه وهو بيتخانق مع ابنه جورج. ستون بقى راجل صعب وحاسس إن حياته كلها كانت غلط. بيبدأ يروح الكنيسة الكاثوليكية. ليه كاثوليكية؟ ستون بيقول لابنه أنا محتاج نظام، محتاج حد يقول إن في غفران اللي عملته وأنا اللي سكت عنه. ستون بيغمض عينيه كأنه بيحاول يغسل دم الناس البريئة اللي ماتت، اللي لسه شم في إيده بعد 50 سنة. بنشوف المرارة اللي هو شايلها من سنين والوجع المكتوم. بنشوف ستون قاعد في الكنيسة لوحده لابس لبس اسود وشه محفور بالوجع والحزن. بنشوف علاقة ستون وابنه علاقة قاسية جدا. جورج شاب بيحب الحياة، بيحب الموسيقى وعايز يعيش حياته بعيد عن أبوه خالص. ستون قاعد بيسمع موسيقى حزينة وجورج بيدخل وبيشغل الراديو على الأغنية. ستون بينفجر فيه، اقفل القرف ده، انت متعرفش يعني ايه فن حقيقي. جورج بيقوله انت مش بتكره الموسيقى يا بابا، انت بتكره الحياة، انت لسه ميت وعايزنا نموت معاك. ستون بيبص لابنه، كلمة كانت جاية على الوجع اللي بيحاول يهرب منه. هيسترا كبرت وبقت ست عجوزة لسه هادية وصبورة، بس خلاص طاقتها خلصت. ستون حول حياتها المقبرة. بنشوفهم قاعدين على سفرة العشاء، مفيش ولا كلمة بتتقال، مفيش غير صوت الشوكة والسكاكين وهي بتخبط في الأطباق. هيسترا بتبصله بنظرة انكسار وبتقوله أنا حاولت ألم الحتة المكسورة منك يا ستون، بس أنت ما كنتش عايز حد يلم لك الحتة المكسورة، أنت كنت عايز تفضل ضحية عشان تبرر لنفسك الأسوأ اللي بتعاملها بيه. هيسترا بتسيب البيت وبتمشي وستون بيفضل لوحده في البيت، لوحده مع ماضيه ومع وجعه. بنشوف ستون قاعد في أوضته وفجأة بيشوف إيفور تاني وهو عجوز ومريض. إيفور لابس روب بس وشه وعينيه مليانين من الوجع. بيبص لستون بشماتة شفت يا ستون كلنا كبرنا وكلنا ضيعنا وقتنا،
انت كنت فاكر انك احسن مني عشان بتكتب شعر عن الحرب، بس انت كنت اناني، كنت اناني زي بالظبط، كنت بتحب وجعك اكتر من اي حد تاني. ستون بيغمض عينيه بألم بيشوف الدمعة بتنزل على خده. كان عايز يحاول يهرب من الحب والشهرة. ستون بيحاول يركع على ركبه بصعوبة. بيسمع عجوز عظامه بتطقطق وروحه أتقل من الجبل. بيسمع صوت الكرار وهما بيغنوا ترانيم عن الغفران. ستون بيغمض عينيه ويبدأ يفكر كل حاجة: خيانته لمراته، خيانته لنفسه، وخيانته للشباب اللي ماتوا وهو بيكتب عنهم شعر عشان يتشهر. ستون بيفهم إن البركة مش كلمة بيقولها الأسد، البركة هي السلام اللي هو مش قادر يلاقيه جوه نفسه. بنشوف ستون العجوز قاعد على كرسي في جنينة بيته. بنشوفه وهو بيبص للفراغ، ملامحه دي بتبدأ تختفي وتظهر مكانها ملامح ستون الشاب القوي اللي ما يقدرش يخاف من حاجة أبدا. احنا دلوقتي قدام ستون قاعد يعيط، مش بيعيط من خوف، بيعيط من القرف ومن الظلم اللي شاف. بيفتكر كل قصيدة كتبها مع بنشوف إن ستون طول عمره كان قاعد على الكرسي ده بالنسبة له روح. الحرب مش بتعمل إصابات في الجسم، لا، الحرب بتسيب حاجة في روحك انت مش بيشوفها غير اللي داق طعم الموت ورجع. في نهاية فيلمنا ما كانش فيلم عادي، ده كان عن واحد عاش حياة صعبة وقام وهو واحد تاني خالص، رجع إنسان جديد لروح رفضت تموت في الحرب، فضلت تتعذب في الحياة. الفيلم مكانش عن شاعر، كان عن الوجع اللي بيحصل للإنسان لما يشوف حقيقة العالم البشع ما يقدرش يرجع يغمض عينيه كده. بنشوف بين ستون الشاب المليان غضب وكره وستون العجوز اللي مش بيحرك فيه غضب ولا أي حاجة. ستون بقى واحد تاني جرب كل أنواع العلاقة، هرب من الموسيقى وجوه وجعه القديم اللي عمره ما نسيه أبدا. إن أول لحظات هي اللي مفيهاش كلام، نظرات ستون لأصحابه اللي إن الوجع الحقيقي ملوش كلمات. حتى الشاعر العظيم اللي زيه وقف عجوز قدامه إنه لسه عايش، والناس الحلوة كلهم اندفنوا تحت التراب. إن ستون عاش 50 سنة بعد الحرب بس ما خرجش من اللي هو فيه ولا حتى يوم واحد. نصيحتي لي: حارب اللي جواك بدل قبل ما يتحولوا لأشباح تسكن معاك للآخر. لو أنت مكسور اعترف وقول أنا مكسور، مفيهاش حاجة. ما تلبسش قناع عشان تعجب الناس، اعجب نفسك وبس. لولا شعر ستون ما كانش حد عرف حقيقة الوجع اللي عاشوه. خليك أمين في تعبيرك عن وجعك، لأن الصدق هو اللي هيكتب اسمك. الحياة أقصر من إننا نعيش في ندم أو واجه ماضي. ما تسيبش الجروح مفتوحة، طهرها بالاعتراف والصدق. قدر اللي حواليك. ستون خسر ابنه ومراته عشان كان أناني في وجعه. اوعى تكون زيه. الوجع مش بيبرر غير الأسوأ حتى لو العالم كله بيسقف للحق. خليك انت الشاعر اللي بيقول كفاية دم. سؤال أخير لكم: لو قدامك ستون العجوز بمرارته ووحدته كل حاجة فيه، تحب تقول ايه عشان يهون عليك؟ وايه هو الحاجة اللي انت لسه محبوس فيها وقررت تخرج منها النهارده؟ اكتب لي في الكومنتات. انا طلبت البركة. احنا في قناة فيلم في قصة بنشرح الفيلم عشان نبني وعي مش بس بنحكي حكاية. ما تنساش اللايك والاشتراك، وخليكوا دايما معانا في كل فيلم بنقوله. خليك قريب.